إذا أردت أن تقيس درجة الجهل المجتمعي ما، فقس درجة انتشار الإشاعة فيه. بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء باستدعاء عبد العزيز البدراوي يتعلق بقضية رفعها بعض المستشارين، وبالوثائق قام بتحويل 200 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية إلى حسابه الشخصي. واجهته الوثائق ونتائج أبحاث. وأشار الرئيس السابق لرجاء البيضاوي عبد العزيز البدراوي لائحة تضم مسؤولين آخرين متورطين في هذا الملف. نشرت جريدة الصباح أنه بعد الشكاية التي رفعها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء باستدعاء رئيس الرجاء البيضاوي السابق وصاحب شركة أزول للنظافة عبد العزيز البدراوي من أجل الاستماع إليه في ملف ثقيل يتعلق بشبهة تمديد المال العام التي يتورط فيها رئيس جماعة بوزنيقة المعزول من منصبه ورئيس تعاونية للحوم الحمراء. وقد أوردت جريدة الصباح بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجهته بوثائق ونتائج أبحاث تتعلق أساسا بشبهة التلاعب في الدعم العمومي الموجه لمربي الأبقار والعجول، بحيث يشتبه استفادة الضيعة الفلاحية المتواجدة بدوار ولاد سعادة بجماعة زيايدة بإقليم بن سليمان والتي يملكها البدراوي، يشتبه استفادتها من هذا الدعم. وقد أكد صاحب الشكاية بالوثائق للفرقة الوطنية أن رئيس تعاونية اللحوم الحمراء قام بتحويل 200 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية إلى حسابه الشخصي. وأفادت الجريدة المذكورة أن لائحة المشكوك فيهم في ملف التلاعب بالدعم العمومي ستتسع أكثر لتضم مسؤولين آخرين متورطين في هذا الملف بسبب تعدد المتدخلين في توزيع الدعم المخصص للإعلاف أو إنتاج اللحوم الحمراء. لكن إذا أردت أن تقيس درجة الجهل المجتمعي ما، فقس درجة انتشار الإشاعة فيه، لأن عبد العزيز البدراوي في تصريح له لجريدة إعلام تي في نفى بشكل قاطع ما ورد في المقال الذي نشرته جريدة الصباح. وبالوثائق يقول بأن تواجده في مكتب الضابطة القضائية يتعلق ببحث خاص بمسطرة تخص الغير، وهو بحث يتعلق بقضية رفعها بعض المستشارين تتعلق أساسا بعلاقة الشركة مع الجماعة. ومن البديهي يقول أن تطلب الضابطة القضائية توضيحات من الرئيس التنفيذي للشركة في إطار استكمال الإجراءات المعتادة من طرف الضابطة القضائية. وأشار الرئيس السابق لرجاء البيضاوي عبد العزيز البدراوي أنه مستهدف بسبب مواقفه، وبالتالي هناك حملة إعلامية تحاول النيل من سمعته، وهناك منابر إعلامية هدفها التشهير والإساءة للشرفاء. والخبر الذي نشرته جريدة الصباح يقول البدراوي جاء في هذا السياق. وأكد البدراوي أنه سيرفع دعوى قضائية بجريدة الصباح بتهمة نشر أخبار زائفة ضده الهدف منها هو الإساءة والتشهير.